السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي إخواني أخواتي في فيديو جديد. مرحبا بكم معي في طباخ حسناء القوطة بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية أو ما يسمى بالنير، لأن هاد السنة الأمازيغية حنا في الدكالة كنقول لها النير. يعني هاد النير كنحتفلوا به من زمان، كانوا جدودنا ووالدينا كيحتفلوا به، يعني كل عام كنحتفلوا به هكا، يا إما كسكسو يا إما رفيسة. كنديرو هكا يا إما البيبي اللي كيكون بلدي او الدجاج البلدي، على قد المستطاع كل واحد والجهد ديالو. فهاد النهار ضروري كيكون عندنا فيه شي حاجه يعني اللي كتكون مميزه. بالنسبه لي انايا كما تلاحظوا غندير معكم الرفيسه واللحم بالبرقوق. هنايا خديت العجينه، بديت بها هي الاولى، انا ما صورتهاش ولكن غير باش ما يطولش الفيديو. خديت الزرع، عفوا الدقيق ديال الزرع اللي كيكون محيد ليه النخاله، ودرت معاه الدقيق اللي هو رطب او ابيض. درت معاه معلقه كبيره ديال العشوب، ودرت معاه معلقه صغيره ديال الخرقوم عرق. هكا عجنته بشويه الماء شويه ديال الخميره، عجنته دلكته خليته كيرتاح واحد الساعه تقريبا. ودابا رجعت ليه باش غادي نقرصو قدامكم. هنايا بالنسبه للتقرص كتشوفوا على حساب المقله قداش غتكون عندكم، لانها غادي نورقوه على حساب المقله. صافي هنا قرصته خليته واحد شويه هكا يرتاح، وغطيته بهذا الزيت، درت فيه شويه الزيت وغطيته بلاستيكه باش هكا ما ينشفش ليا من الفوق. صافي غنبدا نطيب هنا المقله نسخنها، وكنبدا نطيب فيها التريد وحده فوق وحده، كنقلب الاولى ونعاود نقرص الاخرى فوق منها. بالنسبه لهاد الطريقه راه فايت درتها معكم شحال من مره، ساهله. وخصوصا هناك كما قلت لكم هاد التريد او هاد الملاوي اللي غنديرو ديال الرفيسه، كندخلوا فيه هكا كما قلت لكم الدقيق اللي كيكون ديال القمح، كيكون مشطط. فهكا كيعطينا العضه فيه كتكون رطبه وزوينه هكا في الماكله. ما كنديروش غير الدقيق بوحدو البيض، ضروري ندخلوا معاه هكا القمح باش كتجينا رطب. وضروري هكا العجينه كما قلت لكم، كنقول لكم دائما نحاولوا ما نطلقوش العجينه، عفوا نخليوها شويه قابطه وما نطلقوش بزاف، باش هكا ملي نبداو نخدموا فيها او لا نقرصوا فيها كتجينا ساهله وتساعدنا هكا في الطياب. لانه الا طلقناها كتجينا صعيبه في الهزان، وخصوصا كتلقاو مشكله هكا ملي كترخى العجينه. صافي كنبقاو غادي مستمرين هكا نفس وحده فوق من وحده، كنقلبوا ونعاودوا نرميو الاخرى. وضروري كنجرو هكا الجنيبات ملي كتحسوا بها، يعني حطيتوها فوق منها وحسيتوا بها تجمعات لكم من الجناب، كنحاولوا نجبدوها بشويه بشويه باش هكا ما تبقاش لينا مجموعه في الجناب. صافي هي ديك ملي كتعمر هكا مسمنه اولا كتكبر، نبداو نحيدوها، نفرقوها على من وحده على وحده، ونعاودو نرجعوها فوق المقله حتى كنشفوها، وندوزو نديرو وحده اخرى باش هكا ما تجيناش ثقيله بزاف وكتعذبنا. غير تكبر كديروا في هذيك 10 او 12 على حسب نتوما علاش تقدروا تقلبوا. صافي هي ديك حتى كنكملوا الكميه كامله. وبالنسبه لهكا لسميتو الا لاحظتوا راه دغيا هاد الطريقه دغيا كدوز اولا دغيا كيطيب لكم هاد المسمن. هنا تقريبا الكميه اللي درت ديال الدقيق كيلو الا ربع في كيلو الا ربع، يعني تقريبا كيلو الا ربع ديال هاد القمح مع كيلو الا ربع ديال هاد الفرصه بيضاء. عطاتني واحد الكميه اللي نيت كبيره، هاد العجانه غتعمر ليا كلها تبارك الله. صافي هنا ملي ساليتهم كاملين في الطياب، وكما قلت لكم عاود نشفتهم فوق المقله وحده تبع وحده. دابا غادي ندوز نقطعهم، غادي نقطعها ونغطيها ونخليها حتى نخدمها. بالنسبه لهاد الجنيبات اللي لاحظتوا راه هما عندي حيدتهم، لانهم تيكونوا هكا غلاضين وما كيجيوناش في الماكله زوينه، كنحيدوهم نزولوهم. هنا غندوزو للمرقه ديال الرفيسه. هنا خديت 3 ديال البصلات كبار اولا 4، درت التوابل، درت الملحه، البزار، الخرقوم، سكينجبير، المروزيه ديال الدجاج، وزدت معاهم بسيبيسه وحبه الهيل حتى هما طحنتهم بوحديتهم. وعاد درت العشوب ديال المساخن اللي كندير في الرفيسه. بالنسبه للدجاج هنا خديت انا 2 دجاجات، وحده بلديه وحده روميه. كيف كتعرفوا راه البلدي تيكون زوين في الرفيسه مزيان، فهو كيكون لذيذ بزاف وكيلذذها. ودرت فيهم حتى هما التوابل، ودرت في وسط منهم البصله، وزيرت عليهم بالخيط هكا باش ملي نبدا نقلب ما تحلوش ليا. هنا درت معلقه كبيره ديال السمن، ودرت هنا شويه زيت البلديه وزويت الروميه، وغنديرهم يتشحروا شويه فوق البوطه. نحاول نقلبهم بشويه بشويه حتى يتشحروا او تدخلهم التوابل في هذيك البصله، ومن بعد غادي نروي بالماء. هنايا غندوزو للتوابل ديال اللحم بالبرقوق.
درت هنا الثومه، درت تقريبا شي 4 ولا 5 ديال الفصوص كبارين، درت معلقه كبيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال السكينجبير، الخرقوم، درت المروزيه ديال اللحم، ودرت تقريبا واحد شويه ديال سميتو هذاك، انا كتمشي ليا التوابل ضروري غنسى لكم شي حاجه، ولكن في الاخير غادي نقيد لكم ان شاء الله. الزعفران الحر اللي هو مهم في هذا الطبق المغربي، حتى هو مهم. ففزقت هذيك التوابل كلهم مع شويه الملحه، وغادي نمرمر فيهم هذوك الطريفات تاع اللحم، ونخليهم تقريبا واحد الساعه، عاد ندوز باش نطيبهم. هنا درت معهم واحد القبيطه ديال المعدنوس والقزبر اللي حزمتهم وحطيتهم، ونخليهم كما قلت لكم واحد الساعه، عاد ندوز باش نطيبهم. صافي في هذه المرحله انا رانا كندير واحد المقراش كيطيب هكا كيغلي، باش هكا نروي به هاد المرقه تاع الرفيسه. هنا كنشحرو كما قلت لكم، كنقلبوا واحد المره ولا جوج مرات، والمقراش كما قلت لكم كيكون طيب باش كنرويو به هكا المرقه. دائما هكا في اي مرق ما نمرقوش بالماء بارد، كنحاولوا دائما الماء يكون طيب باش هكا كيساعدنا على الطياب، وما كيخليش داكشي يعني كيقصح. ملي كنديروا الماء طيب كيحاول كيساعدنا في الطياب. صافي هنا كنروت كنغطيو مزيان على حساب الكميه اللي عندكم. راه لاحظتوا راه الرفيسه كتبغي المرقه، فنحاولوا نغطيو هكا الدجاجات حتى كيعمروا بالمرقه، ونسدوا عليهم ونخليهم. هنايا غندوزو الطنجره ديال اللحم باش غادي نقليوها شويه. هنايا ملي غنقلبها مره ولا جوج مرات، كندير فيها حتى هي الزيت البلديه وشويه ديال الزيت الروميه، وكنبقاو نحركوها هكا مره مره. الدور ديال هاد الزيت البلديه مهم، لانه كيختر لنا المرقه ديال هاد اللحم اولا ديال الدجاج، فهو مهم بزاف. هنايا حكيت واحد جوج بصلات كبار اولا 3 في حكاكه رقيقه، غادي نخويها ونبقى نقلب فيها حتى كتشحر مزيان، وعاد من بعد الروي كما قلت لكم بالماء طيب. ضروري هاد التشحيره ديال هاد البصله باش كتدغمر لينا مزيان هاد اللحم. السر ديال الطياب هو انها تكون البوطه اولا تكون العافيه مهيله، باش هكا كيطيب اللحم اولا الدجاج على خاطرو كيطيب بشويه. صافي هنايا كما قلت لكم راه طاب، راه صافي غادي نطفي عليه. بالنسبه للمرقه ديال الرفيسه نديروا واحد الراس تاع الثومه، حتى هو كيكون زوين فيه وكتجي فيه اللذه ديال هذيك الثومه. كما قلت لكم العشوب ضروري يكون هذوك المساخه اللي مهم من هذه الرفيسه. يعني كتبدل المذاق ديالها، كما كنقول لكم دائما في العشوب مهمين كيكونوا زوينين في هاد الرفيسه. بالنسبه للحلبه حتى هي اللي كيبغيها تنطيبوها حتى هي بوحديتها. كما قلت لكم العدس حتى هو كذلك، باش هكا اللون ما يطلقش لنا اللون الكحل، نطيبوه هكا بوحديتو فيه. صافي في التقديم كنديروا طبقه بطبقه، وكنبداو نسقيو فيها حتى كنرووه مزيان وكيشرب مزيان. وهذاك الدجاج راه دخلته شويه للفران باش هكا يتحمر وينشف زعما من المرقه. وتزيين كتزينو كما بغيتو، راه اللي كيكون موجود كنزينو به. بالنسبه للحم حتى هو كذلك، عسلت ليه البرقوق ودرت شويه ديال اللوز هكايا في التزيين. كنقليوه كنقدموه كما بغينا. والطريقه ديال البرقوق راه معروفه، يعني كتزينوه باش بالفواكه الجافه، يعني مش ماشي يا برقوق يا كيوي، اي حاجه كنزينوها بها. في نهايه الفيديو كنقول لكم الا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وشو كومنتر باش تشجعوني بالصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله. الله يحيينا ويحييكم القابل، وكل عام وأنتم بخير. هذه السنة هي سنة أمازيغية، أو ما يسمى بالنير، اللي كنحتفلوا به كل عام. زعما كنكونوا زي من هذا النهار مميز. كل واحد باش كيحتفل، كاين اللي كيدير الزميطه، كاين اللي كيدير يعني اشكال بزاف ديال الوصفات المغربيه اللي عند الناس الامازيغ او اللي عند العرب او اللي عند الناس مجموعين، كل واحد وباش كيحتفل. الصحة والراحة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.